غزالاتي الفنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير. هاد القصه ديال اليوم بعد ما تسمعوها غادي تلقاو مباشره تحطت من بعد منها بنص ساعه، غادي تحط القصه الثانيه في القناه الثانيه ديال حكايه سجانه. كنتمنى تدخلوا ليها وتسمعوها حتى هي وتخليوا لي لايك فيها باش كتوصل لبنات اخرين. وكنت بغيت نطلب منكم واحد الطليبه الا جات على خاطركم. انا عارفه بزاف ديال البنات اللي متبعيني وكيبغيوني غادي يوقفوا معايا في هذه. بغيت القناه الثانيه تحاولوا تبارطاجيوها مع العائله ديالكم. باغيه نوصلها ل1000 مشترك وداك 4000 ساعه. باغيه نكمل الشروط ديالها. داكشي علاش محتاجه لكم انكم تعاونوني. بالنسبه للبنات اللي سمعوا القصص فيها، يعني عارفه البنات اللي سمعوا هاد القصص ديالي هنايا راهم دخلوا وسمعوا داك القصص اللي حاطه فيها. ولكن بغيت نطلب منكم واحد الطلب اخر، هي انكم تمشيو تعاودوا القصص ماشي بنفس الحساب، ماشي بنفس التليفون اللي سمعتوا منه القصه من قبل. مثلا تمشي تعاودي القصص في التليفون ديال الوالده ديالك، في التليفون ديال اختك، ديال شي حد هكا اللي كاين معك في الدار. تعاودي القصص كاملين وتخليهم يدوزوا كاملين. ما تنقزي حتى حاجه، القصه كلها تدوز. القصه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه اللي غادي ننزل دابا مور هذه مباشره باش نكمل الشروط ديال اللي طالب اليوتيوب. كنتمنى من البنات انهم يعاونوني فيها. المهم ما نزيدش نطول عليكم اكثر وندخلوا مباشره في القصه ديال اليوم. وما تنساوش تدخلوا القصه الثانيه اللي غادي نخلي الرابط ديال القناه مثبت في اول تعليق اولا كتلقاوه في صندوق الوصف. انا سميتي اماني، واحد العائله اللي بسيطه جدا. الوالده ديالي ربات بيت، الوالد موظف على قد الحال. خوتي عندي 3. المهم الحمد لله كل واحد شد خديمه ديالو. المهم كاين اللي في الصناعه التقليديه وكاين اللي في خدام مع الدوله. المهم الحمد لله الامور ميسره وما عندنا لا مشاكل لا حتى حاجه، يعني من غير المشاكل العاديه اللي كيكونوا في اي دار. يعني انا على حياتي الشخصيه قبل لا نتزوج ما عنديش زعما شي حاجه اللي ممكن نعاودها لكم. ولكن قصتي غادي نبداها لكم من نهار تعرفت على راجلي تعرفت عليه في الخدمه. انا خدامه في واحد الشركه، وراجلي كان جاي حتى هو في خدمه من طرف شركه اخرى. المهم كانت عندها خدمه مع الشركه ديالنا حنايا. صافي تشوفنا المره الاولى الثانيه الثالثه، المهم بحكم الخدمه وصافي. من بعد عاد ولا الاتصال بيناتنا، يعني كنهضروا مره كنختار رقم التليفون ديالي وكنهضروا يعني حتى في الامور الخاصه. المهم حتى تطورت العلاقه وكان طلب مني الزواج. وحتى انا الصراحه ما كانش عندي حتى اعتراض عليه، لان السيد كان خدام مزيان، خدمته زعما مزيانه. شخصيته كيبان انسان اللي ظريف ولد الناس، داخل سوق راسو، ما فيش داك الهضره والبساله وهذا ديال الشباب اللي في هذا الوقت، يعني يهضر مع هذا ويضحك مع هذا. كان معقول بزاف، وهذا اللي كان لفت انتباه ديالي ليه. المهم صافي كنا اتفقنا على الزواج. كنت مشيت للدار قلتها للوالد ديالي الوالده، عرفتهم به. كان جا غير هو تعرف على الوالد ديالي، وعاد من بعد كانوا غادي يجيو الوالده ديالو وخوتو هذا، وعاد نديرو خطابه اللي رسميه. المهم بعد هذا التعارف هذا كنا بقينا واحد الايام اللي قليله، وكنت انا اللي فتحت معاه الموضوع وقلت له شنو واش قلتها للوالده ديالك ولا مازال. كان جاوبني قال لي الصراحه مازال ما قلتها لهاش. قلت له علاش؟ واش زعما ممكن انها ما تبغينيش ولا ما نعجبهاش ولا شي حاجه؟ قال لي بالعكس، قال لي هي اللي الامنيه ديالها تحققت وداكشي اللي كنت كنتمنى انا ما وقعش. قلت له ما فهمتش. قال لي هي من شحال هذه وهي كتقول لي اولدي خصك تزوج بوحده اللي موظفه اللي تعاونك على دوائر الزمان، اللي توقف جنب راجلها وكذا وهذه. قال لي وانا ضد هذه الفكره تماما. قلت له ما فهمتش. قلت له كيفاش ضد الفكره؟ انك تزوج بوحده خدامه؟ قال لي بحال هكاك. قال لي انا ماشي دابا كنقول لك انك غتجلسي من الخدمه ولا شي حاجه، يعني هذاك الشيء حياتك وحريه ديالك الشخصيه، وما يعني ما ضربتي ثمن على القرايه حتى الا وانك باغيه تخدمي.
ولكن انا قال لي من الفكره ديالي انا من قبل لا نعرفك ومن قبل لا نفكر اصلا في الزواج، كنت كنقول انا ما عمري نتزوج بشي وحده اللي خدامه، خصني شي وحده ما خداماش وتكون جالسه في الدار. انا قلت له علاش زعما؟ يعني الاغلبيه ديال الرجال او اللي في هذا الجيل ديالنا حنايا باغي ان المراه تكون خدامه، يعني ما باش يتعاونوا هو وياها، وخصوصا ان كل شيء غلا وهذا. داك الساعه كان قال لي لا، قال لي انا تفكيري بوحدو، قال لي ممكن انا نكون قديم، تفكير ديال الناس اللي قدام ولا كبار في السن ولا ما نعرف، قال لي ولكن انا ما نبغيش ناخذ حتى درهم من عند مرتي، وحتى الا دارت هي شي حاجه للدار قال لي ما نبغيش النهار اللي تجي وتحل فمها وتقول لي وانا درت لك هادي وانا عاونت في هادي وانا اللي فرشت الصالون وانا اللي فرشت بيت الناس وانا. قال لي هادي ما نحملش انني شي نهار نسمعها. داكشي علاش كنت كنقول غادي نتزوج بشي وحده اللي ما خداماش، جالسه في الدار، ونمشي على قد جهدي على قد جيبي، يعني ماشي تبقى هي اللي تعاوني وهذا، وفي التالي نسمع الهضره او لا نسمع الناس كيقولوا لا هو مرتو اللي دارت ولا مرتو اللي فعلات. قال لي هادي انا، قال لي متخوف منها بزاف. قلت له انا كيفاش زعما؟ واش انا غنعايرك الا درت شي حاجه؟ قال لي ماشي انتي، قال لي انا كنقول لك يعني كنت باغي امراه ما خداماش، ولكن ملي تعرفت عليك انتي صافي، يعني من القضيه ديال الخدمه المهم بقات على جنب هذيك، واخا كان شرط من الشروط ديالي ان في المراه اللي غادي نتزوج بها. المهم قال لي صافي قلبي علينا الموضوع، ما باغيش نهضر في هذا الشيء. قال لي لان ممكن ما نتفاهموش انا وياك في الاراء وينوض شي مشكل بيناتنا، فمن الاحسن ما نهضروش فيه. قلت له صافي على خاطرك. المهم قلت له من هذا الشيء كامل علاش مازال ما قلتهاش للوالده ديالك ملي كتقول انت انها غيعجبها الحال؟ قال لي لان منين غنقولها لها راه غتبقى دايره لي الصداع، يعني غتبقى تزنزن عليا ليل ونهار فوقاش غنمشي وفوقاش غنمشي وفوقاش غنمشي، وانت راكي عارفه خاصني حتى راه الشهر وداك الساعه باش نجيب داكشي اللي قسم الله اللي قديت عليه غادي نجيبو في الخطابه، ما يمكنش انا نجيو بيدي خاويين. قلت له صافي ماشي مشكل. وفعلا كان ما بقاش راه الشهر بزاف، صافي كان قالها الوالده ديالو، قد الامور ديالو، وكانوا جاو للدار تعرفنا عليهم، يعني كانوا كيبان واحد الناس اللي الله يعمرها دار ما فيهم ما، يعني هضرتهم وداكشي يعني عاديه جدا. يعني حتى هي كتقول لك غادي تكون بحال بنتي، وولدي غيكون ولدكم. المهم الهضره ديالها اللي ديال اي ام غتقولها. المهم كنا دوزنا الخطابه ودرنا داكشي اللي قسم الله، عرضنا للناس قلال من العائله ماشي بزاف، درنا تركب الخواتم وصافي، يعني ماشي شي حفله ولا شي حاجه. والمهم داك الطقوس ديال الخطابه والسلام. واتفقنا على العرس غادي يكون من بعد عام من الخطابه، وفي العرس هو اللي غيكون العقد، نديروا العقد وداكشي كامل. المهم صافي مشات الامور هكا، بقينا داك الايام د الخطوبه يعني كنشوفوا غير في الخدمه بحكم الخدمه ديالي والخدمه ديالو، يعني ما كنلقاوش وقت اننا نخرجوا ولا شي حاجه، يعني ما خرجناش بزاف، يعني الظرف ديال العام كامل خرجنا فيه واقيلا شي جوج مرات ولا ثلاثه صافي، يعني كان كيجي غير الخدمه كيشوفني او لا بحال هكا، يعني لا تلاقينا بسبب الخدمه والسلام وخلاص التليفون دائما بيناتنا. المهم في هذه الفتره هذه ديال الخطوبه بقينا كنفكروا او لا انا كنفكر في الدار اللي غنعيشوا فيها، كيفاش كنبقى كنتخيل كيفاش غتكون، فين غتكون، واش غنكريو ولا ناخذ شي كريدي من البنكه وناخذ شي برطمه ولا ناخذ البرطمه بالكريدي، ما فهمتش، يعني كان دائما هذا السؤال في بالي. حتى جا النهار اللي بغيت نفتحوا فيه وقلت له بالنسبه للدار، قال لي الدار انا قلت لك راني عايش مع الوالده ديالي ومع اختي، يعني اختو صغيره كاينه تما، يعني صغر مني تقريبا بواحد 3 سنين ولا 4 سنين، حتى هي عايشه معاهم في الدار مازال ما مزوجاش، وعنده اختو وحده اخرى اللي مزوجه، يعني بعيده عليهم هذيك، ما ساكناش معاهم في نفس الدار، احنا في نفس المدينه ولكن ما ساكناش في نفس الدار وصافي. المهم كنت فتحت معاه الموضوع ديال الدار، قال لي راكي عارفه انني ساكن مع الوالده ديالي، وهذا الشيء راكي عارفه من الاول. انا فعلا كان قال لي بان ساكن مع الوالده ديالو، ولكن ما كانش في بالي اننا حنا غنسكنوا تما. كنت كنقول يا اما غنكري ولا ناخذوها كريدي ولا شي حاجه كيف قلت لكم.
ملي قلتها له قلت له زعما علاش ما ناخذوش كريدي ولا نشوفوا داك البارطمات اللي كيكونوا كتخلص يعني الكريدي للبنكه ولا شي حاجه. قال لي انا ما مستعدش دابا لداك الشيء لان خاصني تسبيق، وانا التسبيق ما واجدليش دابا. قال لي فمن الاحسن، قال لي ولا قدرتي تصبري عليا واحد شويه، يعني حتى منين نتزوجوا تجي تجلسي معنا في الدار واحد، قال لي غير شويه يعني على ما نقد انني نجمع التسبيق ديال البارطما، وداك الساعه نمشي ندفعها فيها ونبقى نخلصوا هكا من شهر لشهر. انا داك الساعه كنت قلت له انا جامعه شي بركه ديال الفلوس، علاش ما ندفعوهاش من الاول، يعني من عرسنا نيشان نمشيو لدارنا. هو قال لي لا، قال لي وها الهضره اللي ما باغيش انا. قال لي داك انني تولي انت شاركه معايا في الدار، قال لي ما نبغيهاش زعما على حساب بفلوسي. قال لي لا بغيتي مثلا نهار اللي ناخذ انا بارطمه، قال لي نكتبها لك بسميتك كامله او نكتبوها شركه انا وياك ما عنديش مشكل، ولكن باش تولي تقال انني انت عاونتيني فيها ولا شي حاجه، قال لي انا ما نرضاش هذا الشيء وما يعجبنيش بيني وبين راسي، ما يعجبنيش. المهم كان تقلق، قلت له صافي ماشي مشكل نسكنوا مع الوالده ديالك على ما تجمع فلوس ديال التسبيق، وداك الساعه نمشيو نقلبوا على البارطمان اللي بغينا. صافي المهم داك الخطابه دوزناها هكا، جا العرس، دوزنا العرس ديالنا عادي مزيان، درنا العقد ومشيت من العرس ديالي مشيت نيشان للدار د الوالده ديالو. صافي فاش سكنت معاهم كان في الاول يعني كل شيء مزيان عادي جدا. كنوض في الصباح قبل ان نمشي للخدمه، المهم كنحاول انني نعاون شويه في الدار، وهذا عاد كنمشي لخدمتي. ملي كنجي في الليل هكاك كنحاول الا لقيت شي حاجه ما مقاداش ولا دا كنقادها عاد ندخل لبيتي نعس. المهم كنت كنحاول لان الوقت كان صراحه عامر بزاف، لان قليل النهار اللي كنت كنجي بكري. السيمانه كامله عامره، كنت كنجلس غير نهار الحد. واتفقت انا ولوستي لان حتى هي كانت باقيه كتقرا، وكنت قلت لها غادي نهار الحد اللي نبقاو نديرو هكا الميناج للدار وهذا، ولكن في وسط السيمانه غير نديبانيو، يعني غير معيناتي تغسلو وهذا، ولكن بحال السياق وداك الشيء بلاش نخليوه غير من السيمانه للسيمانه. اصلا ما عندناش اللي يكرفص يعني الدراري ولا هذا ما كاينش. وفعلا قالت لي واخا ماشي مشكل، يعني القضيه ديال الشغل ديال الدار ولا داك المهم الشقه كامل وهذا ما كانش عندنا فيه مشكل نهائيا، لا مع جوزتي ولا مع لوستي. وحتى لوستي الاخرى اللي كانت مزوجه فاش كتجي يعني كانت حتى هي كتنوض كتشقى في الدار، يعني ما عندناش مشكل من هذه الناحيه نهائيا. ولكن المشكل في لقيته في عجوزتي، لان داك الايام هذيك اللي كنا ساكنين معاهم بطبيعه الحال الراجل اللي كان كيصرف، ولكن بدا كينقص شويه المصروف. كان كيقول لها حاولوا تقتصدوا شي شويه باش راني كنجمع الفلوس، وهذه على حساب بارطما. هي ما كان معجبهاش الحال، قالت له لا وانا ما عنديش كيفاش ندير، واش غنبدلوا حياتنا على حساب انت باش تمشي تسكن بوحدك ومزروب باش تسمح في الوالده ديالك وهادي وهادي وهادي. المهم قال لها ماشي هكا، قال لها انا راه متفق انا وفلانه، لان اننا زعما غادي ناخذوا شي بريطمه هكا اللي نجمع لها غير التسبيق ديالها وغادي نمشيو ناخذوها كريدي والسلام. المهم داك الساعه تما بداو المشاكل، لان كان قال لها اقتصدي شي شويه، ما عجبهاش الحال. وقلت له صافي ماشي مشكل، غير خلي المصروف اللي كنت كتعطي اولا اللي غادي يقدها حطو، وبلا ما نكثروا زعما المشاكل ولا شي حاجه. صافي وداك هاد التسبيق هذا فوقاش ما تجمع ما عندناش مشكل، ها حنا جالسين. صافي بقينا هكاك حتى الايام اللي بقات كتزنزن عليه، كتزنزن له على في ودنيه دائما، كتقول له ايوا انت مرتك خدامه وخصها تعاون وخصها دير وخصها تفعل. هو كيقول لها امي صافي ما تجبديش معايا هاد الهضره، ما تجبديش معايا هاد الموضوع. وحتى انا زعما كنت الخلصه ديالي ما كنتش كنخسر منها بزاف، قليل فاش كنت كنخسر فلوس على دار ولا شي على الدار زعما ولا شي حاجه، غير الا مثلا مره كندخل شي عشاء معايا اللي كيكون واجد من برا، كنتعشاوه مجموعين او شي حاجه بحال هكا، شي تخربيق صغير، شي ديكورات وهذا شريتهم البيت النعاس ديالي، شي حاجه اللي خفيفه. يعني ما بغيتش انا نشري شي حاجه اللي باينه ولا واخا كنت زعما باغيه نبدل الصباغه د البيت، باغيه يعني انا بيني وبين راسي باغيه بزاف د الحوايج، ولكن ما باغياش نحسس راجلي داك الاحساس المهم اللي هو ما عجبوش، كيقول لك لا انا ما باغيش مرتي تصرف وما باغيش تحط الفلوس وهادي. المهم صافي بقينا هكاك. داك الهضره هذيك كانت قالتها له هو
ما عجبوش الحال ونض كيغوت عليها وهذا. صافي دوزنا واحد المده اللي قليله حتى جات كتقولها لي انا، يعني هو ما كانش كاين معنا في الدار، وجات كتقولها لي، كتقول لي اماني خصك بنتي تانتي تعاوني في الدار، راه الولد بزاف عليه هاد المصاريف كامله، وراكي عارفه كيجمع الفلوس ديال التسويق وهادي. قلت لها واخا خالتي شنو بغيتيني ندير؟ قالت لي تانتي غتحطي واحد البركه، المهم من الشهر للشهر ولا كل سيمانه ولا فوقاش ما عجبك، المهم بحال نعاونوه شي شويه. قلت لها واخا ماشي مشكل. بديت كنعطيها داك الفلوس، كنعطيها لها هي بلا خبر راجلي، يعني انا ما كنتش عارفه ان راجلي ما سايقش الخبار، ولكن منين تقالت حداه قبل وغوت عليها ولا قلت يمكن رجعت جبدت معاه الموضوع ولا هذا وحشم يقولها لي انا. المهم عطيتها المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه، من بعد عاد قلت ممكن ديك الفلوس اللي كنعطيها يكون راجلي ما سايق لهاش الخبار كاع، يعني كتشد مني ومنه يعني بزاف. وبقيت كنفكر واش نقولها له ولا ما نقولها لهش، كنخاف نقولها له يكون هو يعني عارف، يعني انا اللي غنتحشم غيقول لك كتجبدي الصداع ولا شي حاجه. الا ما قلتها لهش قلت يمكن تكون عاوتاني هي مخبعاها، فبقيت تالفه، وبالتالي قلت غادي نسكت ما نهضرش. دوزنا واحد المده اللي حتى كانت جات واحد العطله ديال المهم عطله مدرسيه، يعني ماشي الخدمه حنا كنا خدامين، ولكن كانت لوستي اللي مجوجه عندها 2 وليدات، كانت جابتهم وجات دوزت معنا داك العطله هذيك في الدار. وهاد لوستي هادي ساكنه في دارها، يعني بوحدها، الدار ديال راجلها يعني شاريها وهذا، وكانت جات وبقات المهم غير جبدت الهضره بيناتهم وانا كنت حاضره. قالت لها راه فلان كيجمع شي حاجه د الفلوس باش نبدلوا الدار، قالت لها باش نرجعوا نبيعوا داك الدار ونزيدوا عليها شي حاجه وناخذوا دار ما احسن. هنايا كانت دارت فيها، قالت لها شنو كتقوليش من دار وفي التالي غيسمح فيكم يمشي تجوج بوحده اخرى، ما تخليهش يدير الديور، بركه عليكم هذيك اللي عندك. قالت لها هي الهبيله، قالت لها خذي منه الفلوس وشريها ذهب لراسك، وانت خدامه غير من دار لدار، ابغيه تكبري الدار. قالت لها في التالي كاع النهار اللي تطلعي له فراسو غيمشي يتزوج بوحده اخرى ويخليك نتيا تا الدار مكتوبه بسميتو. المهم انا سمعت هاد الهضره هادي ما عجبتنيش، وقلت ماشي شغلي، ما ندخلش شغلهم هذاك، انا بعيده على هذا الشيء. واخا في هاد العطله هادي كتر الموضوع بيناتهم بزاف على هذا الشيء، وحتى لوستي جات كتسولني قالت لي اماني انت شنو رايك، راجلي شنو باغي يدير وشنو باغي يدير. قلت لها اختي ما عرفتش، انا ما قدرتش انني نهضر حدا عكوزتي وتدور فيا ولا شي حاجه. قلت لها اختي ما عرفتش، يعني شوف نتوما اللي سلككم. قالت لي انت رايك شنو هو؟ قلت لها انا بطبيعه الحال الا كانت عندي دار صغيره وبامكاني انني ناخذ دار ما كبر غادي نبغي ناخذ دار ما كبر، يعني حاجه اللي عاديه. المهم عكوزتي داك الساعه دارت فيا وقالت لي شنو زعما كتعمري لها راسها؟ قلت لها خالتي انا ما قلت والو، انا غير سولتني وعطيت رايي. وحتى لوستي مسكينه كتقول لها مي غير كنهضروا شنو زعما كتعمر لي راسي، زعما شتيني في الصباح غادي نتكاتب، صافي حنا غير كنهضروا صافي. المهم كانت جرتها قالت لها جي بغيتك ودخلتها للبيت، كنسمع الهضره ديالهم كامله. كتقول لها شوفي، قالت لها شري شي حاجه لراسك اولا الفلوس يحطها لك في البنكه اولا شريها ذهب. قالت لها ما تفكريلوش كاع انت في دوير الزمان ولا تقولي من بعد شنو غيوقع. قالت لها مهما جالسه في دارك دابا والدار زوينه ومفرشه وهذا صافي بارك عليك، ما كاين لاش تشري دار ما كبر، خديها ذهب ولا شي حاجه اللي تبقى لك من تحت يدك. المهم انا بقيت غير بيني وبين راسي كنضحك كنقول زعما علاش كتقول لها هكا، يعني داكشي صافي هما متفقين عليه ولا مسلكهم بجوج شغلهم هذاك، علاش كتعمرها يعني بهاد الطريقه ديال لا خودي منه الفلوس وخبعيها ليك. المهم جاتني في شكل واخا هكاك. المهم ما هضرتش، ما هاد الهضره هادي ما قلتها لا لراجلي لا حتى واحد، دخلتها من هاد الودان وخرجتها من الودان الاخرى. حتى النهار اللي كانت سالات العطله وكانت رجعت لدارها وبقينا واحد المده المهم اللي قليله، وكان جا راجلي وعطاها المصروف اللي كيعطي دائما، وكان عطاه لها حدا اختو الصغيره. هي ما كانتش صغيره بزاف، راه كانت داك الساعه في عمرها وقيله شي 21 22 عام شي حاجه بحال هكا، يعني بيني وبينها ماشي بزاف، شي 3 سنين ولا 4 سنين بحال هكا. المهم كان عطاها المصروف حدا اختو، جات هي دارت عند امها وكتضحك معاها وقالت لها يا لا انت اللي سقات لك تاخدي المصروف من ولدك ومن بنتك. جا هو دار عندها قال لها كيفاش من ولدك ومن بنتك وانت شنو كتعطيها زعما منين كتجيبيها باش تعطيها لها، انت باقيه كتقراي. قالت له لا ماشي انا بنتها الاخرى، راه دارت بنتها واحده اخرى. قال لها ما فهمتش شكون هاد بنتها الاخرى؟ قالت له اماني عليا انا. داك الساعه هو بقى غير كيشوف فيها، كيشوف اختو وكيشوف فيا، قال لي ما فهمتش، فهموني شنو كاين.
جات مو هنا قالت له والو هذه غير كتخربق. هنا عرفت انها كانت مخبعاها، يعني ما بغاتش يسيق الخبار كاع. المهم صافي تا انا سكت، ما قدرتش انني نقول لها لا راني كنعطيك وهذا، ما بغيتش نجبد الصداع والمشاكل. ولكن اختو هضرت، قالت لها ويلي امي، قالت لها ياك فلانه كتعطيك، قالت له لا عندك اخويا، انت كتعطي المصروف وحتى مرتك راه كتحط المصروف، يعني ماشي غير بوحدك، راكم كتعاونوا بجوج باش تعرف ان تا مرتك راه كتعاونك. المهم هنا الراجل بحال اللي ضربتيه بالتصرفيقه، صافي بقى غير كيشوف. في التالي ناض كينقر يغوت واش متفقين عليا، واش دايريني انا دمدومه بيناتكم، واش كدا واش هادي صافي بقى كيغوت وخرج من الدار، سدح الباب وخرج. كنعيط له في التليفون والو ما كيجاوبش، كنصيفط له ميساجات والو ما كيجاوبش. صافي المهم حتى كنبرد جا تقريبا حتى لشي 12 الليل عاد دخل. المهم ملي دخل بغيت نهضر معاه، ما بغاش يهضرني نهائيا. قال لي واش كتفقي عليا انت امي، واش كدا، وياك عارفاني انا عندي مشكل من هذا الشيء وما نبغيش انك تحطي شي درهم وهادي. قلت له راه ماشي مشكل، قلت له صافي انا قالت لي خص نتعاونوا كنعاون، معليش ما قديت، يعني راه ما كنحطش شي حاجه اللي كثار من جهدي ولا هذا. قال لي لا، قال لي والو ما تعطيها حتى حاجه، وإلا عطيتيها كقولتيها لي، ماشي تخليوني هكا. صافي المهم بقيت كنطلب منه السماحه وبردت، مهم تهدن وصافي وكنعس. ولا غدا في الصباح فاش كان غادي الخدمه حسيت به انه دخل عند الوالده ديالو وكان كيهضر معاها. قال لها امي صافي انا ما كنعطيك اللي بغيتي وما ما منقص عليك حتى حاجه، علاش زدتي خديتي الفلوس من اماني. كنسمعها كتقول له وهي اللي بغات تعاون، وهي اللي قالت لي لا انا بغيت نعاون فلان وما نخليش بوحدو واحد في المصروف وهذه. المهم ردت ليا كلشي، ولكن صافي قلت دبر راسها. وراجلي داك الساعه كيقول لها غير لا ما تشديش منها، صافي واخا بغات تعطيك ما تاخديش منها حتى حاجه. قال لها اخر مره، قال لها انا كنعطيك اللي بغيتي، واخا كنت كنقول لك انني باغي نجمع الفلوس ديال التسبيق ديال البارطما وانت قلتي لي لا، وهذا انا كنجمع غير بالدرهم، يعني كنجمعها بشويه اللي كنت غنجمعه في عامين ولا 3 سنين، ها هو ولا غيتجمع لي في 10 سنين بسبب هادشي اللي كنعطيك. دابا ما تزيديش تشدي منها شي حاجه. قالت له صافي ولدي غاسمح لنا وهذا، وانا ما حسبنيش غتقلق وهذا. المهم برداتو وكنخرج، مشى بحالو للخدمه. انا داك الصباح هذا كنت غادي نمشي معطله للخدمه، وكنت تقريبا غنمشي حتى لشي 11 ولا الوحده، على حسب كاين واحد السيده اخرى كانت غتخدم في بلاصتي داك نص النهار ديال الصباح، باش هي كانت غتشد كونجي. قالت لي غادي نخدم في بلاصتك باش انا نمشي نخدم داك الخدمه ديالها. المهم هي اللي كانت كدير، المهم هادشي الخدمه بعيد عليكم. المهم صافي انا كنت مشيت معطله تا خرج راجلي، وكنت جلسنا كنفطروا انا وعجوزتي وولوستي، جالسين كنفطروا، وهي تقول لي واش فلان كيجمع الفلوس ديال التسبيق. قلت لها لان هذا الشيء انا عارفه راه قايلها لها، ماشي زعما شي حاجه اللي مخبعه. وهي تقول لي وعلاش انت ما تعاونيهش، غتخليه واحد في الدار بوحدو. قلت لها خالتي انا ما عنديش باش نعاونو، يعني داكشي اللي كنشد شي حاجه اللي قليله ماشي كثيره. كتمشي لي انا في الترونسبور ديالي، كتمشي لي في الحمام، في المسائل ديالي اللي كنشري، يعني راه زعما ماشي شي حاجه اللي غادي نجمع منها، واخا انا كنت جامعه زعما شي حاجه ديال الفلوس. المهم ما بغيتش نبين لها راه عندي فلوس. قالت لي وداك الذهب اللي دايره شنو الفائده ديالو منين ما تعاونيش به راجلك. هنايا بحال اللي ضربتني بالتصرفيقه. صافي داك الساعه بقيت غير كنشوف كنقول كيفاش الذهب انا نبيع ذهبي، وبنتها كتقول لها لا شري الذهب، خدي منه وشري الذهب خبعيه لراسك. هنا بقيت كنشوف صافي يعني واحد السيده قدامي اللي في شكل. المهم داك الساعه كنت قلت لها خالتي راكي عارفه ما غيبغيش، راه واخا نبغي نعاونو ما غيبغيش. جات هي قالت لي واغي سيري بيعيه وشوفي. قالت لي شنو فائده داك الذهب كامل اللي عندك، وانا ما كانش عندي زعما شي ذهب بزاف ولكن عندي. المهم الذهب كاين ولكن زعما ماشي شي حاجه اللي ممكن ان تشري لك برطمه. المهم اللي قلت لها انا راه ما كيبغيش، راكي عارفه كيفاش داير وهادي. قالت لي لا، قالت لي واغي سيري بيعيه وداك الساعه تشوفي. قلت لها ان شاء الله. صافي ما بغيتش نزيد معاها في الهضره، وهي تبقى لاصقه فيا. قالت لي عرفتي اش غديري؟ قالت لي جمعي الذهب ديالك ويلا دابا نخرجوا نبيعوه انا وياك، راه كنعرف واحد الذهبي اللي ثقه وهذا وما غاديش يضيعك فيه. قالت لي نبيعوه كامل ومنين يجي في الليل نعطيوه هذاك الفلوس. قلت لها ماشي دابا خالتي، انا غاديه دابا مشغوله وخصني نخدم وهذا من بعد. قالت لي قلتي غتخدمي حتى ل 11 دابا راه باقي الحال، وفعلا كان باقي الحال. قلت لها لا راه خاصني نمشي بكري وهذا. المهم ما بغيتش انا نجي معها نيشان ونقول لها لا راه ما غنبيعش ذهبي.
ما نكذبش عليكم، يعني قلت صافي بلا ما نجبد الصداع. انا جالسه هنا واحد الفتره اللي مؤقته، يعني ماشي جالسه ديما اللي خصني ندير لها حدود ولا شي حاجه. المهم واخا هكاك السيده لاصقه قالت لي صافي وشوفي اجي في العشيه بكري ونخرجوا انا وياك. قلت لي المراه باش غتنفع راجلها الا ما عاوناتوش في وقت الحزه، وانا راجلي درت فاش كان حي كنت بعت عليه الخاتم الاول وبعت عليه الخاتم الثاني ودرت وفعلت وتركت هذا. المهم داك الساعه صافي بقات لاصقه فيا اللصقه. داك الساعه قلت صافي مالي انا على حالتي، لعبها انا كي كتلعبها هي كتبين لا ومسكينه وما دارت والو وهذا، حتى انا غادي ندير هكاك. فعلا كان جا راجلي في الليل، جالسين انا وياه، المهم هضره كتجيب هضره كتجيب هضره، حتى قلت له اجا فلان علاش ما نبيعش الذهب ديالي ونتعاونوا انا وياك في هاد التسبيق اللي باغيت اللي كتجمع له. ايه والسيد دار فيا. انا عارفه يعني رجال من هاد النوع راهم قلال بزاف، ولا لقات شي راجل من هاد النوع هكا اللي ما يرضاش انك تحطي عليه تصرفي عليه ولا يبغي ياخذ لك فلوسك ولا هذا، راه خصها تشد فيه بيديها ورجليها وسنانها وكل شيء كيف كيقولوا. المهم فاش قلت له هكاك كان ما عجبوش الحال وبقى كيغوت وكينقر. قال لي ها المشاكل غادي يبداو، هاد الضريبه ديال واحد غيتزوج بوحده موظفه. انا قلت له صافي سيدي راه حنا غير كنهضروا دابا، انا ماشي راني ما بعتوش دابا، غير كنهضروا وكنشوفوا نوصلوا لشي حل. قال لي لا ماشي شغلك، صافي هادشي هذا خرجي انتي سوقو ماشي شغلك، ما تقولي لي لا ذهب لا والو. جيت انا قلت له لا انا هادشي كنت ناسيه، يعني كنت كنقول باش غادي نعاونك وباش نقدر نعاونك وهذا، ولكن خالتي اللي فكرتني فيه قالت لي علاش ما تبيعيش الذهب ديالك باش تعاوني راجلك. بقيت كنقول له زعما الهضره اللي قالت هي بان حتى هي عاونت باباك وشنو وقع، حتى هي عاونت الوالد ديالك وقال لك باعت عليه الذهب ديالها وهذا. هنايا قال لي شكون اللي باع الذهب ديالها؟ قال لي امي باعت الذهب على با. قال لي وهذا الشيء، قلت له انا هذا الشيء اللي قالت لي. قال لي خليك من هاد الهضره. المهم عرفت ان الهضره ديالها كامله ما منها حتى حاجه. صافي السيد عاوتاني كان ناض مشى عندها وبقى كيقول لها علاش كتقولي لها هكاك، وانا عارفاني ما كنبغيش اللي يعاونني بشي حاجه وفي التالي يقول لي راني عاونتك وهادي بقى يمن عليا. جات هي قالت له لا ما قلت لها والو انايا، هذا الاقتراح ديالها. المهم خليتها معاها هكاك. لا يلا هو غاب عليها وجات لي انا. قلت لي ليش كتقولي له انا اللي قلت لك؟ قلت لها عادي خالتي، قلت لها انا غير قلت له راه كنا كنقلبوا انا وخالتي على حل باش نعاونوك، يعني ما قصدتش انني نقول له زعما انتيا بغيتيني نبيع ذهبي ولا شي حاجه. وهي بقات كتشوف فيا قالت لي ولا نيت انت بخبيزتك. صافي سمحت فيا زدت حداك الباب ديال البيت وخرجت. وما نكذبش عليكم من داك النهار وانا حاضيه جنابي، حاضيه التعامل ديالي معاها باش ما نغلط حتى غلطه اللي ترجع عليا بالضرر ولا شي حاجه اللي تقول له لا مرتك قالت ولا دارت ولا فعلت. المهم كنحاول ندير معاها الخاطر وكثر من القياس. علاش؟ على وجه داك الراجل، على وجه راجلي انا، لانه انسان ما غلقاش بحاله، انسان اللي ظريف ومعقول وولد الناس وحنين، ما كيبغيش يخسر لي خاطري، ما يبغيش انني نضيع فلوسي ولا شي حاجه اللي خاصه به هو ولا شي حاجه اللي هو اللي مسؤول عليها. يعني هو الراجل ديال الدار، هو خصو يصرف هو. يعني هاد الموقف هذا منه هو عجبني بزاف. داكشي علاش كنت كنقول ندير لها الخاطر ونسايس معاها حتى يسهل الله ونخرج نمشي نسكن بوحدي ونبقى المهم عزيزه عندهم، ما كاينلاش نجبد المشاكل على وجه داك الراجل. داكشي علاش قلت لكم الا لقيتوا شي راجل بحال هذا غير شدوا فيه ما تطلقوش منه وديروا المستحيل باش يبقى معكم، لانهم قلال بزاف، قلال بزاف. اما انا غزالاتي ما بقى لي غير نقول لكم نتلاقاو في قصه جديده ان شاء الله، وما تنساوش القصه الثانيه اللي غادي ننزلها في قناه حكايه سجانه. وما تنساوش الطلب ديالي اللي طلبت منكم انكم تدخلوا وتشوفوا القصص من تليفونات اخرى باش هكا تعاونوني باش نكمل الشروط ديال القناه. انا عارفه راكم تقدوا عليها، وعارفه البنات بزاف اللي متبعيني وعندهم عزيزه انهم غادي يديروها وراهم محسوبين. ومنين كنشوف التعليق ديالهم يعني في الفيديوهات كاملين غير كيطلع لي التعليق وكنقرا السميه وليت كنحس بان داك السميات هذوك بحال اللي كاينين من عائلتي. المهم
انا وليت حافظاهم، يعني لدرجه ان داك السميات اللي كيخليو لي تعاليق وليت حافظاهم بقوه ما انهم كيخليو لي تعاليق في جميع الفيديوهات، وغير الكلام الطيب والقليبات وداكشي اللي زوين. المهم لهلا يخطيكم عليا، وشكرا شكرا شكرا بزاف. ما عليا غير نقول لكم دابا مع السلامه، ونتلاقاو في قصه جديده ان شاء الله. ما تنساوش القناه غادي نخليها لكم في اول تعليق.